اقول لك ان في حاجه اسمها بسرعه، بس في حاجه اسمها صح، حاجه اسمها ابني صح عشان اقدر اوصل لاخر دور في العماره. انا قررت افتح بزنس صغير، يا نهار ابيض. بس مش هعمل استراتيجي بصراحه، ايه؟ خلقي ضيق والله. اسراء انت مرفوضه. حرام عليك يا اسراء، ليه كده بتعملي فيا كده ليه؟ اعمل ايه بقى، الزمن. يلا ماشي. طيب دلوقتي انا محتاجه تقولي لي على حاجه كده تخلي المحتوى بتاعي او الكونتنت يسمع بسرعه مع الناس. مفيش حاجه اسمها بسرعه. ليه؟ عشان ما كانش حد غلب. بجد ما كانش حد غلب، يعني لو هي كل واحد هيعمل بيس اوف كونتنت بكره تبقى ترند، فكان الموضوع بقى اسهل من كده بكتير. بس هل انا اقدر اصنع الترند؟ بس هل انت جاهز انك تعمل ده؟ لانه خلي بالك الترند برضو بيكلفك، يعني احيانا بتضطري تتنازلي عن شويه حاجات عشان تطلعي ترند بسرعه، فاهمه قصدي؟ ف فهل انت جاهز او انت عندك المقومات ان انت تطلع الترند ده، ولا انت هدفك تبيع وتقوم البيزنس بشكل كويس وتعمل ارقام كويسه؟ فاهمه قصدي؟ ففكره بسرعه لا، مفيش حاجه بسرعه، لانه ما كانش هيبقى فيه فانل، ما كانش هيبقى فيه علم وفيه استراتيجي لازم نمشي عليها. ممكن كل واحد فتح اكونت النهارده بكره بقى بيبيع بمليون ولا 2 مليون جنيه، وكان زماننا كلنا اغنياء وكان الموضوع هيبقى مختلف. فمفيش يعني مش هقدر اقول لك ان في حاجه اسمها بسرعه، بس في حاجه اسمها صح، حاجه اسمها ابني صح عشان اقدر اوصل لاخر دور في العماره. لو حطيت اساس غلط هتنهار، حتى لو وصلت للخامس. يعني لو عملت فيديو جامد جدا وطلعت ترند وانت مش باني اساس صح، مش هتعرف تكمل عليه، فكل ده هينهار. وعارفه من اكتر الحاجات اللي بشوفها بتمثل، فاكره ستار اكاديمي؟ شوفي عملوا لهم براندنج ازاي، فين هم؟ كم حد نجح؟ قليلين، لان هم كانوش جاهزين، فاهمه؟ هم عملوا بيهم اللقطه وشكرا باي باي مع السلامه، خدوا فلوسهم ونجحوا وخلاص اختفوا. لكن يمكن 1 ولا 2 ولا 3 في كل المواسم دي هو اللي نجح. فابني صح عشان لما توصل، لكن اللي بيجي بسرعه بيروح بسرعه، دي مقوله معروفه.